وابعتلك مراسيل ياللي انت لسه تقيل. بيسو توك تقدم بودكاست عشان محدش مهتم. هيا يا شباب، دي حلقة 6 من بودكاست عشان محدش مهتم تحت مسمى الطرف الثالث. طبعا في منكم هيقرر ان هو يشغل جينات مخه اللي ركنها من ثانوية عامة، قرر ان هو يشغلها دلوقتي على حظي ويقول لي اكيد بقى انت هتعملي حلقة عن الطرف الثالث وان احنا ازاي ما نكونش طرف ثالث في العلاقات وازاي ما نعملش لا طبعا مش هعمل الهبل اللي بتقولوا عليه ده. يعني بالله عليكم، يعني شغلتوا جينات مخكم ليه؟ انتوا لو كنتوا سمعتوا اي ابيسود بس من اللي فاتوا تعرفوا ان مش ده انا الشخص تماما، لاني انا مؤمنه جدا بمثل كان القرد نفع نفسه. يعني كنت انا نفعت نفسي بالنصايح الهبله اللي انا بقولها لكم دي، لكن انا بقول لكم خبرات يا جماعه، فانا اكيد جاي النهارده اقول لكم ازاي تبقوا طرف ثالث في العلاقات. ايوه زي ما سمعتوا كده بالظبط زي ما سمعتوا. انا النهارده جاي اكلمكم عن ده، بس مخصصه ابيسود كامله واخده من وقتي اللي ملوش اي 60 لازمه ده عشان اقول لكم ازاي تبقوا بلان بي في حياه الناس. شايفين تطور؟ ولا تقولي بقى عيال بتاع تيك توك اللي بيقول لكم ازاي تخرجوا من علاقات سامه وازاي ماشي ايه والكلام الانر شايلد ومش انر شايلد. لا يا حبايبي، انا هجيب لكم الاخر ازاي تبقوا الطرف الثالث. خلاص بقى، واحنا بقى نقعد نقول وازاي نهرب ما تهربوا. واجهوا يا جماعه، ادخلوا في العلاقات برجليكوا الشمال ولا اليمين، ايا كان كده بايظه، يعني مش محتاجه تدخلوا برجل اليمين او الشمال. فايه يا جماعه، انتوا بتقفروا الدنيا ليه بجد والله؟ يعني ليه مصعبينها علينا؟ ادخلوا علاقات وحشه وتاذوا واذوا وخلصوا حياتكم بقى. انتوا حاسين يعني انتوا بايتين فيها؟ هي فانية، ما هي فانية، يعني انتوا مش قاعدين فيها، هي مش حجز كورة. لا هي حجز كورة، مش عارفة. بصوا يعني ما ندخلش في مواضيع تانية عشان انا بهبل بالكلام، فلا ندخل في الموضوع على طول. ورقة وقلم بقى يست الكل واكتبي معايا. اول حاجة كده بس خلينا نقول او نتفق انه الاختيار هو اهم حاجة. يعني اختيار الاشخاص اللي احنا هنكون طرف ثالث في حياتهم هم وحبايبهم، او ان احنا نكون بديل بشكل عام ليهم، اختيار مهم قوي 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 قوي. فخلينا كده نبدأ بس بسم الله الرحمن الرحيم كده. مش هقول لكم بقى اختاروا عيل توكسيك والكلام الهبل ده، لا ده كلام عام يعني مش هتعرفوا تنفذوه. انا هقول لكم تعرفوا تنفذوه بالظبط عشان تعرفوا تاخدوا الخازوق التمام. اختاروا حد يكون بيخاف ان هو يعبر عن حب، متردد، او الناحيه التانية نرجسي مثلا. يعني الحاجات الحلوه دي المعقده دي انا بموت فيها. واحد نرجسي ما بيشوفش غير نفسه، ما بيحبش ان هو يدخل غير في علاقات عشان بس يحس ان هو ياخد الحاجه اللي تخليه يعني يزود كبريائه بنفسه، ده كده. او اختاروا حد مستغل اعتمادي، او اختاروا حد لان على فكره عايز لكم حاجه، سبيشالي الناس الاعتماديين دول هم اكتر ناس هيبقى حلوه قوي ان انتوا تكونوا معاهم الطرف الثالث، لان هم مش هيكونوا محتاجينكم غير في فترات اللي ايه الطرف الثاني اللي هو الاساسي بقى، مش انتوا طبعا، انتوا كده مش اساسيين في حياته. هيكون مثلا فاضي، قصدي سوري مشغول، متخانق معاه، هيسيب الشخص ده ياخده بريك ويرجع لك انتي، يعني يعتمد عليك ويستغلك ويشفطك. وبعد ما هو صاحبته دي او الطرف التاني الاساسي اللي هو مش انت كده عادي هيرميكي في الزباله وهيكمل حياته جدا. ووقت برضو ما هيبقى بريك بصوا هي حلقه مفرغه كده هنقعد نمشي فيها مش هنخلص كده. فهمتوا معايا؟ فانتوا اهم حاجه ان الشخص يكون اعتمادي او مستغل، تاني او نرجسي، ده برضو يبقى اختيار تحفه جدا جدا، او طماع او نطع، او ايه تالت ايه رابع ممكن كمان، او اسمه ايه ده ما بيبلاش عينه غير التراب حاجه. مش بصوا، او زي القرع اللي بيمد البره، لانه زي القرع هو مع حبايبه قرر ان هو يمد البره اللي هو هيأذيكي وهيشفطك وهيستغلك وبعد كده يرجع تاني جدا لاهله وحبايبه اللي انت كده مش منهم. ده اختيار حلو برضه. ده اول حاجه. ده لو انت اصلا عايزه تخليكي طرف ثالث واضح. يعني ايه طرف ثالث واضح برضه عشان نبقى عارفين؟ يعني ممكن يكون اطراف ثالثه في علاقات احنا الطرفين مش حاسين بينا اصلا، هم مش مدركين ان في طرف ثالث في الحوار ده اللي هو احنا. دول بقى حكايتهم حكايه. يعني احنا الطرف الثالث اللي انا بكلمكم عليه في الاختيار ده الطرف الثالث اللي انت معروفه ان انت الطرف الثالث، لو حضرتك انت معروفه ان انت البديله، هو لما بيتخانق مع صاحبته بيكلمك. لكن ازاي بقى ان انت ما تكونيش حتى وصل الليفل ده وده الاهم على فكره، وهو ده اللي انا بكلمكم عليه النهارده. هو ان انتوا بتحبوا من غير ما تقولوا ان انتوا بتحبوا، وتدخلوا علاقات من وحي خيالكم وتموف اون من وحي خيالكم، والطرف التاني اصلا ما يعرفش ان انتوا بتتنفسوا، بس ما يعرفوش بوجودكم. ده بقى يا جماعه مش متخيلين ده هيأذيكم نفسيا قد ايه. تحفه بشكل مش طبيعي. ازاي بقى تعملوا كده؟ اول حاجه ان انتوا تكونوا اشخاص بقى، هنا معتمد عليكم انتوا كاشخاص، مش على الطرف التالي او الطرف اللي هو انتوا الاولاني اللي هو اصلا مش احنا برضه، اللي هو مش الشخص اللي احنا بنحبه. هنا الموضوع معتمد علينا احنا شخصيا، ان احنا بقى نكون ما عندناش ثقه بنفسنا. دي اهم حاجه، دي اول مكون معانا في التورته اللي احنا بنحكي عليها دي، وهي الوصفه دي كلها يعني مكون بتاعنا في الوصفه دي كلها ان ما نكونش عندنا
كم السيلف لاف الكافي اللي يخلينا عايشين، مش بس بندخل في علاقات يعني. تاني حاجه ان احنا ما بنعرفش نواجه ونقول مشاعرنا، او ما بنعرفش نهرب، يعني ولا بنعرف نعمل ده ولا بنعرف نعمل ده، متخلفين، ولا عارفين نهرب ولا عارفين نواجه. دي نقطه مهمه برضه. تالت نقطه ان احنا نكون بنحب نقلب نور. يعني ايه نقلب نور؟ بس عشان ما نتفهمش غلط، عشان بنحب نختفي ونظهر، نظهر ونختفي، نختفي ونظهر. فكده كده ما بنديش فرصه اصلا للي قدامنا ان هو يكون معانا علاقه. لو بص مش هتلاقيني جو مخبرين الهرم دول يعني مدن هنشغله، هنفعل جو المخبرين ده، ان احنا في حياه الناس من غير ما نكون احنا باينين احنا في حياه الناس. ده تحفه تحفه جدا ان احنا ننهي علاقات بجد والله. انا من مكاني هذا بقول لكم انها تحفه. تالت بقى حاجه ايه يا جماعه؟ ان احنا نكون اوفر كيرنج، واللي قدامنا مش اوفر كيرنج خالص. شوف يا اخي الدنيا. يعني ايه بقى؟ يعني انا والله اكون مثلا متعود ان انا لما بحب حد بديله كتير قوي من طاقتي وما اعرفش ايه، هو كشخص مش الشخص اللي بيقدر يستقبل كم الطاقه دي او حتى بيابريشيت الافورت بتاعكم. ده تحفه جدا ان انتوا تخلقوا معاه علاقه وهميه من خيالكم، وتتاذوا من خيالكم برضو، لان انتوا كده مفيش حاجه اصلا بتحصل في الواقع، وتموف اون في خيالكم. وعايزه اقول لكم بقى حاجه، ودي مهمه جدا جدا جدا، يعني بجد مش محتاجه اقول لكم، دي معلومه والله العظيم ما حد قالها لكم غيري. ما اعرفش ليه انا حلفت، ممكن يكون اكيد في حد قالها لكم غيري، بس انا بحب احلف عشان ابين الكلام مهم. انه الموف اون من العلاقات انتوا ما دخلتوهاش اصعب بكتير 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 من العلاقات انتوا دخلتوها. حد يقول لي ليه بقى؟ اقول لكم ليه بقى. العلاقات احنا دخلناها شفنا فيها مساوئ اللي قدامنا، ولو 1% يا سيدي. حد قال الحب مرايته عمية والكلام اللهبل ده، لكن احنا ما دخلناش علاقة وشفنا الشخص السيء من الشخص اللي قدامنا، فهنفضل فاكرين انه كل ما نحاول نقول ان هو وحش عشان ننساه، بنقول لا ده حلو 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 حلو، ونقعد بقى نبص كلام حلو كتير كده، هو مش واقعي اصلا بربع جنيه، بس احنا بنوهم نفسنا ان هو واقعي. يمكن حد يسألني سؤال بره اطار الوصفات بتاعتي، يقول لي هو احنا ليه ممكن نعمل في نفسنا كده؟ انت ليه تسألني انا؟ انت عبيط يالا. مش مهم ليه بقى ممكن نعمل كده. سوري طبعا ان انا اهنت المستمع، بس عشان انا بس دخلت في الموضوع قوي فاتنرفزت يعني. لا يا جماعه هقول لكم ليه احنا ممكن نكون بنعمل كده. ممكن يكون طبعا انا هنا بتكلم بلسان الناس النفسيين، هو انا لا امط ليهم بصله، ان احنا ممكن ما كناش بناخد العطف الكفايه والحب الكفايه من العلاقات اللي حوالينا، فبندور عليها في علاقات وهميه كتصبيره صعب يعني لمشقه الحياه. يعني جزء كبير قوي من البوينت دي برضو، لو انتوا عارفين انه يا جماعه احلام اليقظه طلعت مرض، وانا اللي كنت فاكراها حاجه حلوه والله. يعني انا اكتشفت من سنه كده ولا اقل سنه، لما انا كنت بالصدفه كده بتجول يعني على التيك توك او كده، انه والله ان احنا نقعد نتمشى ونتخيل قصص ونقول بقى اكيد احنا بنعمل كذا عشان كذا كذا، دي حاجه حلوه وبتنسينا، لكن طلع في الحقيقه مرض نفسي، وكتره بيخليك تفصل عن الواقع وتتاذي اكتر. فيعني يا جماعه الموضوع طلع مخيف قوي. فممكن عشان كده بندخل علاقات وهميه ما دخلناش، ممكن عشان زي ما قلت لكم ان احنا ما عندناش الجرأة الكامله او الكافيه ان احنا نقول لشخص قدامنا بنحب ونستحمل الرفض، انه احتمال كبير قوي ناخد رفض. يعني فكره اصلا انك بتفكر في حد سبيشالي لو انت يعني او انت ست، لانه يعني الطبيعي في مجتمعنا، ورغم ان انا ضد في كلمه طبيعي، ان الشخص اللي قدامنا هو الراجل، هو اللي بياخد اكشن، هو يقول ما هو بيحبها ولا لا. فاحتماليه ان الست هي اللي تروح تقول احيانا مش دايما بتبقى احتماليه الريجكشن او الرفض اقوى بكتير. لذلك احنا لما عندنا جرأة ان احنا نستحمل الرفض ده ونروح نقول يا فلان الفلان بابا انا جبت كلب، عم انت انا بحبك بس كده. اخدت بقى لا اخدت بس انا بقى ريحت نفسي. لا احنا ازاي نعمل كده؟ احنا لازم نأذي نفسنا. مش مثلا حتى يعني ممكن حد يقول خلاص انا لو مش هعرف اعمل كده ههرب او هسكيب الموضوع. لا انا هفضل موهومه من غير ما اقول ومن غير ما اهرب، وافضل في الحلقه مفرغه من تعذيب الذات وجلدها، وفي الاخر اقول والله هي حياتي بايظه ليه. بس خلينا برضو اكون يعني اشغل الحنيه اللي فيا اللي مش موجوده، انه الموضوع مش بايدينا قوي، الموضوع بيكون اوت اوف كنترول احيانا، مش دايما بيكون اوت اوف كنترول. يجي بقى يقول لي انت اتكلمتي بس عن العلاقات والحب والطرف الثالث وكده، مفيش الموضوع ده في الصداقات؟ انت ما تعرفنيش كويس، انت خدت الكلمه من على لساني. انا كنت لسه هقول لكم يا جماعه
احنا اتكلمنا كتير قوي عن علاقات الحب والحاجات الملزقه دي، ليه ما بنتكلمش بقى عن الصداقات؟ بس قبل ما افتح الموضوع ده واتكلم عن الصداقات، محتاجه يا جماعه اقول لكم مش بقى فعلوا سر الجرس وسووا سبسكرايب، لان الكلام ده مبقاش يفرق معايا خلاص. انا بتعامل في البودكاست ده كاني مصادر بتاعت الدحيح بجد، لو ما حدش بيبص لها فعادي جدا، وموضوع بيتاخده بصدر رحب وقشطه يعني. بس انا النهارده جاي اقول لكم اعملوا فولو على انستجرام عشان حاجه واحده، مش عشاني والله، مش عشان ارقام الفولورز ده، خلاص انا الارقام دي مش في بالي. انا بنزل لكم بعد كل حلقه الافلام. لو طبعا انتوا عارفين انا بحب احشر اي فيلم في نص اي بودكاست او اي ابيسود بقولها، فكل ما بقول افلام او كتب او اي حلقه بروح منزلها ستوري وبشرح اكتر عن الكتاب او الفيلم ده واحطها هايلايتد، فانتوا عشان تتفرجوا او تتابعوا. لو انتوا يعني مش حابين تستحملوا صوتي لمده 20 دقيقه، بتفتحوا الانستجرام وتشوفوا انا رشحت اي حلقه او ايه المسلسل او الفيلم او الكتاب اللي رشحته في الحلقه دي وخلاص. تاني حاجه بقى عايزاكم تروحوا عشان انا طماعه. يا جماعه مع ان ما تعرفوش ان انا دلوقتي بقيت على انغامي. والله انا مش متخيله ان انا ممكن اكون هذا الصوت البشع على منصه مهمه زي دي. يعني تخيلي عمرو دياب في نفس المنصه اللي انا بتكلم فيها. ايه المنصه دي؟ انا حاسه ان انا من هنا قوي. المهم يعني نو اوفنس لاي حد من هنا، ده يعني احبابي كله. المهم انه يا جماعه انا هناك، فلو انتوا من الاشخاص اللي بتحبوا تشغلوا اي بودكاست جنبكم وانتوا سايقين بتذاكروا، اصحابي اللي في ثانويه عامه هم مش موجودين برضو عشان ما عندهمش وقت دلوقتي، عايزين يسمعوا حاجه كده يكسروا الملل بتاع ثانويه عامه، فيختاروا ملل اكتر اللي هو الحلقات بتاعتي وكده، يعني ممكن تعملوا لي فولو على انغامي. ما اعرفش ولا انا والله يا جماعه ما بفتحش انغامي خالص في حياتي، فيعني المهم يعني روحوا هناك واسمعوا الحلقات دي عشان بجد شكلي وحش قوي بجد، يعني بجد شكلي وحش قوي جنب البودكاست التانية، يعني بجد شكلي عرة يعني خلوا شكلي كويس. على اليوتيوب ما حدش بيركز، لكن على انغامي الناس بتركز وتشوف كده قرف قدامهم، فلا يا جماعه عيب يعني. زقوا معايا الموقف وروحوا اسمعوا البودكاست من هناك احسن، عشان كمان انا عارفه ان انتم معظمكم فقراء زيي ما بتدفعوش حاجات لانغامي، بس يعني تعالوا على نفسكم شويه واسمعوني هناك واسمعوني هنا، يعني الاتنين موجودين والله، مش بمسح حاجه يعني. وانا اصلا كمان يا جماعه مش بس على انغامي، على بوديو. لو انتوا اهو ما عندكوش انغامي او مستخسرين تدفعوا فلوس انغامي، في بوديو يا جماعه وحلو قوي لطيف برضو، بتنزلوا الابلكيشن بتاعه او من الويب سايت بتاعه، تقدروا تسمعوا كل الابيسودز اللي انا نزلتها، هتلاقوا كلها هناك اصلا. طب يعني عشان انا طولت هرجع تاني موضوعنا اللي انا بكلمكم فيه، وهو الصداقات. ازاي نكون البديل في علاقات؟ خلينا بس كده نتفق قبل ما نتكلم على علاقات الصداقات او كده، ان يا جماعه مفيش حاجه اسمها ده ظلمني وانا مظلوم وانا في حياتي ما ظلمت حد. جو الملائكه والشياطين ده ويوتوبيا وقصص الاطفال بتاعت 5 ابتدائي دي مش ما بتاكلش معايا. احنا بنظلم وبنتظلم يا شباب والله، يعني المفاجاه ان احنا بنظلم ناس، بس احنا مش مدركين احنا بنظلم ناس. مش هندخل في المعضله دي دلوقتي، بس هنتكلم فكره انه كنا بديل. اعرفوا ان انتوا زي ما بتكونوا بديل في علاقات، في ناس في حياتكم انتوا بتكونوا حاطينها بديل وانتوا مش واخدين بالكم ان انتوا حاطينها بديل. عشان بس ايه، من اولها جو الملائكه دي والجناحات اللي بتتفرش في البودكاست ده مش عايزينها. لموا جناحاتكم واسمعوا. طب احنا دلوقتي ماشي، احنا حاطين ناس بديلين في حياتنا، بس احنا مش عايزينكم بديلين. لا، هتبقوا بديلين. لو مش تبقوا بديلين هتقبلوا ان انتوا تمسحوا ناس كتير قوي من دايره حياتكم، وهتكونوا مسماكوا بياعين في حياتهم. الناس كلها ما تشوفوا تقول الواد ده بياع، عشان انت قررت ان تخسر علاقه انت شايف ان انت بديل فيها. فانت يا تختار انك تكون بياع في نظر الناس، يا تكون بديل في نظرك انت او في نظرهم هم كمان. طب ازاي نكون بديلين بقى عشان نخش في المعضله الاخلاقيه دي؟ اول حاجه ان انتوا زي ما قلت لكم في العلاقات، ان انتوا تكونوا بتدوا الطرف التاني كتير قوي بشكل زايد عن اللزوم. واحيانا على فكره يعني الدلع ده يمرع. انا ما اعرفش ده مثل اصلا ولا ده من تاليف مني، بس انا سمعتها قبل كده، فانا متاكده ان هي اكيد جمله مهمه الناس بتقولها يعني. فبتمرع الطرف التاني ان هو يكون مش طول الوقت بيديك. ما اتعودت يعني اخدك فور جرانتد شويه، يعني انت مضمون بالنسبه له فركنك على الرف، فتحولت من انك شخص حبيب قريب جميل جدا ان انت بديل مركون على الرف. وقت ما هو يزهق ويقرر ان هو مفيش حد في حياته وعايز يطمن نفسه ان هو محبوب وكده هيبص لك. وقت ما يبقى لسه في حياته بياخد منهم وبيدي، مش هيبص لك وهياخدك مركون على الصف عادي جدا 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 جدا. فلا يا جماعه ما تكونوش بديلين، او كونوا بديلين عادي. انا شايفه بصراحه مش هكون ظالمه معاكم انه العلاقات او الصداقات عادي جدا ان احنا نكون بديلين فيها. يمكن تكون الجمله قاسيه لدى البعض، لكن لا يا جماعه عادي ان احنا نكون بديلين. عادي ان احنا نتركن على الرف، لان احنا لو ما خدناش بالنا احنا برضو بنركن الناس على الرف.
زي ما احنا بنتركن احنا بنركن نتصرف. فتيك ات ايزي وخليكم فلكسبل شويه، لان العلاقات الانسانيه ما بتمشيش بمنطق لازم تحبني بنفس المقدور اللي بحبك بيه، لازم تكون فاضي ليا، لازم تقبلني على عيوبي، لازم تكون لازم دي كلها. فكره اصلا انك في علاقه بتقول لازم ده يحصل مش لازم يحصل، فانت كده مخك ما طلعش من ثالثه ابتدائي يا جماعه. والله اللوازم دي كلها ما بتمشيش في العلاقات الانسانيه، لان العلاقات الانسانيه دي حاجه كومبليكيتد جدا. لو 10 زيي اللي هم احسن مني اكيد طبعا اتكلموا فيها وحاولوا يحلوها مش هيعرفوا. عشان يعني العلماء نفسهم اللي احنا بناخد منهم امر ريسيرش ونقعد نتكلم منه ونفتي منه في بودكاست ده، نفسهم مش بيعرفوا يحطوا نهج او شكل معين للعلاقات، لان هي حاجه متنوعه جدا وكومبليكيتد جدا، وعادي ان احنا نتأذي فيها بشكل اسلس بكتير كمان من العلاقات العاطفيه، لان العلاقات الاجتماعيه انا بشوف ان هي معقده بكتير عن علاقات الحب والحاجات الملزقه دي. المهم دي كانت حلقه النهارده، هي حلقه غريبه مش مفهوم مكونها، مش مفهوم يعني فيلم بدايتها من نهايتها، بس عادي جدا انا شخص عشوائي فمش بعيد عليا الموضوع. ونهايه سعيده للابيسود دي واتمنى انه يعني اهريكوا ابيسود كتير قوي، بس ادعوا لي الفتره دي عشان الموضوع صعب، وان انا انزل ابيسود كل اسبوع بقى موضوع معقد. فيعني ممكن تشوفوا كل الابيسود اللي فاتوا عشان ما تزهقوش، او ازهقوا عادي مش فارقه معايا. باي باي يا جماعه.